السلام عليكم خوتي، كي دايرين مع الصحيحة؟ لاباس عليكم؟ توحشناكم. وديما كنقول لكم سلك تبيع البطيخ، طاح طاحان داك داكان. اليوم ضيف الحلقة عندنا اللي استضفناه هو حكيم الرابور ديالنا، حكيم الفاسي، حكيم خونا اللي عزيز علينا، اللي تلاقيته وتناقشت انا وياه باش نديرو موضوع على يوسف 45 45. حيت النهار اللي تقبض جانا الاتصال من رجال الشرطة، أنا وحكيم. الموضوع ديالنا تسناوه بعد الفاصل، سنواصل. السلام عليكم لي فانس ديال خويا فتاح، لي فانس ديال حكيم الدراري. بيس. عبد الحكيم مشكور، 30 سنة، رابور من مدينة فاس. خويا حكيم أيقول لكم كي دار تلقى يوسف أول مرة. خويا أول مرة غنتلاقى بيوسف 45 كنت جيت من الإمارات ديك الساعات. كما كتعرف أخويا فتاح، حتى أنا راني ولد هنايا، ولد حي الوفا، كبرت هنايا، كبرت في الكروة. هضرت مع زان يوسف مسكين، راه طايح الله يطلق سراحو دابا. عيطت له قلت له اخويا يوسف، هو عارف انا كنرابي وكذا ولعيبات، قلت له باغي ندير شي فيت مع يوسف. قال لي اخويا اجي لعندي ونلاقيك به. صافي هذيك هبطت عند زان، وهبطنا عنده للدار، كبرت بينا مسكين امي ربيعه بو احمد كذا اللعيبات. صافي تما فين بدات الانطلاقه ديالي انا ويوسف كصداقه واخوه. اخويا بالنسبه للعلاقه اللي كانت بيني وبين يوسف 45، علاقه اخوه صداقه. يوسف ظريف لا يعمر له الدار، وكان جمعنا الراب، يعني كان نرابيو. حكيم أيزيد يبينا كي دار تعلم للراب. اخويا بالنسبه للراب كمستمع، يعني راه كنت كتمزك للراب من 2004، من ايامات مسلم الدومبيك. وكما كيعرف الجميع انا القدوه ديالي هو مسلم كنأيدو. تحيه ليه من هذا المنبر. وصافي يعني دازت المده، طلعت للامارات، بقيت خدام، يعني ما كانش عندي الوقت فين انني نمشي نسجل ولا نفرغ ديك الحوايج ديالي ديال الراب. صافي تا جبت هلوكا ودخلت بحالي للمغرب في خطره، ما بقيتش غنمشي نرجع. كاين عندي الوقت، داكشي علاش باش فكرت انني نبدا نرابي، نسمع راسي كنرابي. اما في الاول كنت كمستمع وصافي.